عبود بدي ايفون يا اخوي. سمي بالله، استبشر بالخير. لسه هلا بلشنا. شو بدي ايفون؟ روق شوي علي هيك، خلينا ناخد ونعطي، ننبسط شوي بالحديث. مشتاق لكم كتير انا. بس سافر برا البيت وهيك يكون عنا حفلة وعنا شغل، فأنا ما بحب أطلع وفوت، يعني بقعد يعني بقعد بالأوتيل كتير. هيك خطر لي ليه بدي أقعد مع حالي أنا؟ لماذا التوحد يا أخا؟ بسرد معكم. غني عمرك أنا حبيبي يا طارق، يقبرني ربك. عبود قول اسمي. شامي. شو شامي؟ شو اسمك؟ أنا بعرف اسمك بس عم بتسأل عليك. كأنك عم تبطل تشتغلني مثل الأول. والله أنا حاسس أنتوا اللي عم تبطلوا تشتغلوا مثل الأول. أنا ما تغيرت عليكم، أنتوا الامتحانات والدراسة غيرتكم علي. نسيتوا أنا اللي كنت قلكن روحوا درسوا، ديروا بالكم على حياتكم وأموركم. حبيبي يا عيسى يقبرني قلبك. طلع لك دان. هيك هي حياة الكبار الناضجين. صعبة. مارك بونجور، شو عبالكم تاكلوا اليوم؟ علاقتنا توكسيك صارت، حسيت مش مزبوط على فكرة. انتوا بس نقائين. علاقتنا كتير منيحة والحياة صحية وهيك في استقرار. واضح في كتير حكي بقلبك. والله ما في حكي بقلبي يعني سلبي. مشتاق لكم بس بنقضي وقت، بس هيك حاس حالي بعيد. هيك منيح. تعرف يا شربول، انا وصغير بس اقعد على كرسي بتحرك، يعني ما في اقعد بلا لعب. اقسم بالله ما بعرف اقعد بلا لعب. كان لازم نلاقي كرسي جامدة. انا صار لي فتره عم بحضر لكم الاغاني وهيك. والله ما بعرف، يعني بعتقد بعد رمضان بتبلش تنزل الاغاني. بس اللي جاي ان شاء الله خير. هيك خلينا ما نحكي عن اللي جاي ونشتغل على رواق، وان شاء الله هيك ربنا بيوفينا فيه وبتحبه. خلينا هلا ننبسط نتسلى مع بعض. بعد عن نص الشاشة. ايه اوكي، بس ما لا بتعيطي يعني، ما فهمت. بعدت ها. هي كمان يلا بلا ما تشوفوني. هيك احسن شوي هيك احسن. هيك منيح. بنص مستشور شعرك. لا يا اخوي، لما بنام بالطيارة الاي سي بضل ضارب على راسي باي سي الطيارة، فشو بيعمل؟ بينفش الشعرات، فبتحسني مستشور. انا مش مستشور. مش ايوه. شو عم تلعب؟ بلعب ببجي. بلا مزح. والله ببجي موبايل. ولو قد ايه صلي عن هاللعبة. تعرف بالكورونا اي سنة؟ 2019. 2019 2020 سردة مع اولاد العم ونقعد نلعب للصبح وببجي. قد عمرك انت؟ بدك تكبر تعطيني تعطيني يعني. جابك لا؟ وحياة امي اعطيني نقعد نتسلى على الحمام. نتسلى على الحمام. اوعى يتلو اوعى. شوي حطيتني بالمعركة دغري. ثواني شوي ما حدا يحكي، في عندي معركة هون عم تقول. اسف، هذا يعني ما بقدر بعبر بلا ما احس. فضلني لك صارف الطلقات يا حرق. قتلني. قتلت اثنين. قتلت اثنين وحياة امي كبسوا علي. موت يا حرق. 3 ثواني رجعتني 5 سنين لورا. قد ما كنت حب هاللعبة. معك دم؟ اخذ طبيات؟ ثواني شوي اخواتي، ثواني شوي. حط اللعبة صارت عم تلعب. هي علبة القازوز اللي بتعطيك الطاقة. شو بتسموها انتو المثقفين؟ انرجي درينك. انرجي درينك. هي انا وصغير كنت كتير حب الانرجي درينك.
ثواني يا اخواتي، خليني كفي الدق. فوتوا العبوا معي اذا بدكم. مو بقى يوم في كتير 9 اشخاص بس. ليك في واحد عم يكبسني من هون. يا اخوي الغالي. يا حابكة، بس انا خايف فوت للنص. يا اخواتي استنوا وحياة امي راجع لكم. طب خلص، طب روح. لا لا ليه معصب، ليه معصب؟ ما فهمت. ولك يا شربل ما معك طلق كمان. قتلته وحياة امي قتلته. ثواني شوي بس، ثواني شوي، ضل كم واحد باللعبة؟ 8 بس. اعطيني كفه وخلي حمادات. مع حمادات. بدي فوتوا يلعبوا معي اذا بدهم، اعطيكم اسمي انا نفوت كلياتنا 20,000 بني ادم نلعب ببجي. هي شو كان بيقول المثل؟ بيقول المثل على العقيق اجتمعنا. طب روح عم باخذ طبية يا زلمة. انت قاتل قديش كنت؟ 4؟ ممكن ايه انا هلا قتلت 4. صار لي 30 ثانية اخذ اللعبة. بشرفكم استنوني، والله حنحكي كتير قصص حلوة بس بدي العب. ثواني. ببجي فاتت، ببجي موبايل، برأيي لازم تدخلوا تساعدوه. بحب ببجي. شربل شركة ببجي عم تكتب لي على اللايف. ثواني شوي. شركة ببجي على عيني بس ممنوع اخسر. استنوا شوي، استنوا والله العظيم اذا بموت. يا زلمة ليه مو جايب فشك كفاية؟ روق شوي. موت. تعال. قتلته. يلعن امك، وينك انت؟ اسف بلا سب، بلا سب. ما ضل معي فشك. ليه هيك مو جايب منيح؟ اخوي تحصرت انا. تعرف قد ايه ضل؟ قتلته. ضل 4. ضل 4 شربل. وحياة امي حفوز اللعبة شكلي. وحياة امي حفوز اللعبة. شركة ببجي موبايل لساتهم هون. ايه بعد عم يحضروك. راحت الكاريزما كلها. مش الحال، روحنا انا عم بلعب ببجي. بس عن جد هذا هي ببجي موبايل. ببجي موبايل فاتت على اللايف. اوفيشال بيج. شو هالسرعة هاي يا اخواتي؟ مرحبا ببجي موبايل، معلش بس ما تخسروني، حخلص اللعبة بنحكي معكم. عن جد هيك. اليو شو؟ تعال شوف، ضل 3. ما بعرف العبها على فكره. ما بتعرف تلعبها؟ لا. انت لانه انتوا الدكاترة وهيك يعني حياتكم غير حياتنا نحن الناس الطبيعية. في انسان ما بيلعب بهي اللعبة. بزمن كورونا تقريبا ما في انسان عايش بعرفه انا ما كان منزل ببجي على تليفونه. ثواني شوي يا اخواتي، ثواني شوي يا اخواتي. فزت وحياة امي فزت. عن جد؟ خلصت اللعبة. هاي صوت موسيقى الفوز. تفضل يا اخوي. ميرسي. ضل علمك كانت تلعب. ضل اعلمكم. حسيت حالي كتير قديم، انه عرفت انه انا جاي من الجيل القديم عم علم الجديد كيف يلعب، عرفت؟ مرحبا يا حلوين، نعتذر فصل اعلاني. كيف تخسر مع كل وحياة الله ببجي موبايل صار معنا على اللايف. طلعت ببجي موبايل حمادة. حب كبير، لعبتكم كتير حلوة وانا بحب العب لعبتكم دايما، وبالاخص هيك نحن وكنا ايام تركيا زمان 4-5 سنين. هذا الفن شغلني والحمادات ونقوا نزلنا اغاني شغلوني، بس انا
بحب اللعبة كتير. أوه هذا الصوت اللي لكم ليلي وقلبي وليلكم، غني ونبكي على حين الخان وباعونا. والله ببجي موبايل مهضومين طلعوا برو. برني ربكم. اشتقنا لللايف صراحة، والله يعني أنا كثير مشتاق لكم وحياة الله. أنف كبير أخوي أخوي أنا كنت غايب عنكم، بتنمروا علي. لا تنمروا علي يا أخوي، أنا شو عملت لك؟ إليو خبرنا أنت كحكيم، بس حدا يتنمر عليه شو بتعمل؟ يعني مثلك ليل نهار. مثلي أنا إذا تنمرت عليه كمان اذا بلعب ببجي كل واحد بيموت بعمل له CPR. أعتقد كنت بتكسب لأن اللاعبين التانيين كانوا مسحورين بصوتك مش مركزين. الله يقبرني ربكم يا ببجي. أحلى عالم بالعالم أخواتي. والله أنا مسحور بلعبتكم، مش قادر بدي يعني مش قادر مرد عليهم. يقبرني رب اللعبة تبعكم. أحلى عالم. هذا الحمادات كلهم كابسين اللي عندكم على اللعبة يمكن عم بينزلوها لأنه عبود لي أذنك كبيرة مشان نسمع فيهم. قلي كفيها لا تمك كبير عشان عاكلك فيهم. قصة ليلى والشامي. قصة ليلى والشامي أنا مش ليلى. إيه لعطيكي روحي قربان قولي ليلى. عبود قول لببجي يعملوا شخصية الشامي. ليش؟ أنا ماني متابع التحديثات إنه هلا في شربة شخصيات بتنزل بببجي. هلا نحن انا عم بلعب قبل كان في واحد توماس شلبي شخصيا باللعبه. توماس شلبي. توماس شلبي. طب حطوا لنا شخصيتنا باللعبة يفوتوا الحمادات يلعبوا بالشامي. ما حدا بيلعب بالشامي بس أنا قصدي يلعب شخصية ولا بيلعب شخصيتي. أخوي شو هالإهانات هاي؟ لا حلوة تكون شخصيتي باللعبة. ببجي ما انكم انتو كتير مهضومين واموركم بخير وفتوا سردتوا معي على اللايف وهيك، طب عملوا لنا شخصية فوت بسرد عليها كل يوم. قال حطوا شخصية مع الرقصة. هلا لما بتقتل واحد بيرقص الرقصة تبع وين؟ ببجي اذا انتم موجودين قولوا لي حبوا حنان، بدي اياها تخلد التاريخ. الاوتفيت خارق يا اخوي، والله لابس كنزة عادية قلبي عالية قمة بالتواضع والكلاسيكية. حابين نشوفك بتونس. ايوه طيب اسبوع بنعمل ديل. انا بعملكم شخصية توماس بيكي بلايندرز وانتوا بتحطوا لي شخصيتي باللعبة واحدة بواحدة. خذوا سكرين شوت. ببجي عملت لنا حب وحنان. يعني مشهور ما قلت يا اخوي وحياة امي ما عم لحق. ليش متكبر انا يا اخوي انا متكبر. عايزين نشوف توماس شيلبي العرب. شو جلسة تصوير بكره نعمل لهم؟ جهزت عن شو تحكي؟ والله. بتشوف من عيني يا عيني. توماس شلبي. اعترفوا انكم اشتقتوا لي كثير. اعترفوا انكم ما عم تقدروا تنفسوا بلاقي كنتوا. وانه انا صار لي شهرين 3
ماني منزل غنية وانه انتو هلا مالكم مرتاحين ومكتئبين لهذا السبب. اعترفوا يا اخواتي انه انا وجودي بالحياة بسبب سعادتكم. كرمال نعمل اتفاقية مع ببجي هلا ونعمل توماس شيلبي. احمي الفرد. اي هلا انستغرام بيحذرنا، ما تحذرنا، بنمزح. انت اكسجين حياتنا، بحب اعترافاتكم. يقبرني ربكم. يا ريت لو بتعرفوا بس 1% قد ايه بحبكم وقد ايه ممنون لوجودكم وقديش انه انتو سر كل نجاحاتي وسعادتي بالحياة، وقديش محضر لكم اشياء حلوة، وقد ايه يقبرني ربكم، وقد ايه اهضم جمهور بالعالم، واكبر جمهور بالعالم، والذ جمهور بالعالم، واللي ما في مثلكم بالكون بالبشرية. وحاش حكيوا مع دراستكم. يلا يلا على الدراسة. مو فترة امتحانات هاي يا شربل؟ بقى هلا تبلش على الدراسة. لو بتنزل أغنية مصرية يا أبو قمر، والله من عيني هاي السنة في أغنية مصرية حتنزل إن شاء الله، ومع شخص مش حتوقعوه. هيكون خيالي لو عملناها يا شلب العرب. أيوة إليو حجز لي استوديو، بدي انزل اعمل جلسة تصوير شلب العرب. لا هون رح نعملها. وين بالاوتيل؟ لا في هون استوديو. هون في استوديو؟ إيه. خلص من عيني يا عيني. بكره قبل الحفله في عندي عمل مصري جماعة دبي بكرة. خليني، انت ما بتعرفش قد ايه بنحبك اخوي ببجي حمادة. كتبت لي شركة ببجي انت ما بتعرفش قد ايه بنحبك. هو في انا بحبكوا قوي والله، ما بتخيل انه انا بلعب لعبتكم كل وقت انا وهيك على صغر. حتقولوا لي نحن يقبرني ربكم. توترت بستحي بسرعة. الحمادات ضحكوا عني، الحمادات ضحكوا عني. قلوا لهم ميرسي، حبوا حنان لببجي. شركة ما في حفلة في عنا حفلة بسلطنة عمان سون. عم نشتغل عليها. عم نشغل عليها. اوكي. ببجي عايشة قصة حب من طرف واحد فخرجت عن صمتها. عملت المبادرة انا هلا. يقبرني ربك. فكرة ولا اعظم. خلص من عيوني شركة ببجي، من عيوني حابة هيك اسرد على اللعبة وارجع العبها من اول وجديد، وخلي الحمادات يفوتوا يقتحموا اللعبة هلا. امتى حفلة مصر؟ عنا حفلة بمصر قريبا ولا خلص اخذنا تبع القاهرة وخلص هلا؟ بدنا نرتاح. بدنا نرتاح؟ ايه. اي والله بدنا نرتاح. عم نحضر الاغاني، عم نحضر كم قصة، بس في عمل مصري مع انسان حيصدمكم ان شاء الله، وفي هيك اعمال جاية، في اشياء كتير لمصر. ممكن ان شاء الله يكون في حفلات، في ممكن يكون بالمملكة العربية السعودية قريبا. يعني في كتير اشياء الحمد لله عم ناخدها. بس انا بعتقد انه 2026 راح تكون سنة حلوة علينا ان شاء الله، على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني وعلى الصعيد الفني وعلى الصعيد الحمادي. يعني حاصل الحمادات هيك حيكونوا كمان. بتعرفوا كم سنة صار؟ شفت واحد منزل ريل على الانستغرام، بتعرف شو عم بيقول؟ قال اخر مرة غنيت شيل تبعي كان عمره 19 سنة هو، وهلا عم بغنيها عمره 23 سنة. واو. يعني في جيل كبر معي هو عم يسمع بلا ما يحس. يعني احنا ركض الوقت بيناتنا، صار لنا 4 سنين هيك بعدنا بنفتح لايف وبنسردها ومبسوطين، وهلا عم حضر لكم البوم، بحضر لكم اغاني حلوين. بس انه هلا صار شوي اختلف الوضع. نحن بدبي عنا بكره 1 بليون صمت مع فنانين عالميين، وببجي عم تكتب لي على اللايف تبعي. يعني اختلفت شوي القصص، بس انه لساتنا على حالنا رواق. ببجي موبايل لازم تلعبوا معه ببجي وتجربوا الموديل الجديد. ببجي حكوني انا بخبرهم يفوتوا ما تعتلن، بيقتحموا لك اللعبه.
صدقني اذا بقول الحمادات فوت يلعبوا اللعبه ما تعتلهم، بس انتوا حكوني اول في هيك حديث ودي بيناتنا قبل. برني ربكم حمادات وجوب. ان شاء الله تكون سنه سعيده عليك ونشوفك تلعب ببجي اكتر السنه دي. يوبرني ربكم حبايب قلبي. لما سمعتك اول مره كنت 17، هلا رح صير 21. ولك عم بحس حالي ختيار يا شربل. تكبر انت ايه؟ يا انا بلشت حياتي كتير بكير، يا اما انا ختيرت يا اخوي. قعدنا بالبدايه. هي مثلا الحماده عنده بلشت عمرها 17 سنه، هلا كبرت قال وعم تطلع شهاده سواقه وخلص. عرفت شو قصدي؟ انه بلشت طفله هلا كبرت. والله انا فخور فيكم يا حمادات. اول شيء انا فخور فيكم لانه مختارين فنان مناسب جد. اكثر شيء فخور فيكم كمان انه الوفا اللي عندكم. والله انه ما عم بشوف جماهير اوفى منكم واشرس منكم واكثر محبه منكم. يقبرني ربكم شو كل هالكم اللي موجوده. سمعت شو؟ انا كثير بحبكم، خصوصا جمهور الجزائر، جمهور تونس العظيم، المغرب العربي، المغرب، ليبيا. هنيك في جماهير طبعا. مصر انتوا عارفين يعني ما في داعي اخبركم. بس هاي السنة كان في جمهور من المغرب العربي ومصر جديد دخل علينا بطريقة كتير حلوة. يوبرنا ربكم وان شاء الله هيك نطلع قد الثقة ونعمل لكم موسيقى حلوة ونضل بنكبر مع بعض. يعني هي السنة حققنا انجازات استثنائية مع بعض. هي انجازات لبلدنا ولجيلنا مش بس لإلي، ما بتخصني بس. اصغر مدرب صوت بالتاريخ، الجوائز مهمة، مانو بذعير، جي كيو. عملنا حفلات شو؟ جينيس طبعا، عملنا جينيس كمان. عملنا حفلات استثنائية ومهمة، عملنا أعمال مشتركة مهمة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. لا هلي حاجة حوس قلقتني. جاوبوا. حاجة حوس لازم تاخد بريك من الشغل انت والحفلات. ما قد منه موتر بهذا اليوم. الحمد لله رب العالمين. شربل شو؟ شربة لا بالعكس بننبسط انا وياه بالسفره. بتلاقينا قاعدين بمطار امريكا مثلا، عندنا حفله تاني نهار عم ناكل هوت دوغ بالمطار انا وياه. او كيف تحب البيض؟ طلب اومليت. قاعدين نحن بالمطار. احلى سردة مع شربل. خلوا الكومنتات كلها عايزين حفله بمصر. والله من عيني انا طلبت من شربل انه يجهز لنا حفله بالقاهره، حفله جماهيريه لكل الاعمار ان شاء الله. من عيوني والله بتشرف بالقاهرة وبتشرف بمصر. بس هيك أنا عاوز أديكم أعمال غنائية بلهجتكم تحبوها إن شاء الله بننجح فيها يا رب. وأنا ما فتحت لكم لايف أول السنة ولا آخر السنة، بس حاب لكم إنه ميرسي على كل شي. بحبكم كتير وشكرا للوفا وللثقة اللي بتعطوني اياها. وبشوف محبتكم بالتعليقات، بشوف تصاميمكم كل الوقت، بشوف كل شي عم تعملوه. انا متابع، يمكن تستغربوا انه بعرف اسماءكم وبعرف حساباتكم وبشوفكم كلياتكم وبحبكم كلياتكم. فشكرا كثير على كل شي. يا رب هاي السنة نعمل نقلة بالحفلات وبالتطور الموسيقي وبالأعمال، ومثل ما وعدتكم ب25 وحققنا كل شي. إن شاء الله في اشياء ب26 جاية كتير حلوة. انتبهوا حالكم وحب وحنان، انبسطنا مع بعض. إن شاء الله بنفتح قريبا.